كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وأسأل الله تبارك وتعالى كما بلغنا وإياكم رمضان أن يتقبله منا، اللهم آمين آمين آمين. ثم أما بعد، رفقا بالقوارير. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما حاجا بنسائه، وهو في بعض الطريق أوكل غلامه أنجشه بالقافلة. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له خد أنت القافلة سوقها، فساقها أنجشه، وأخذ يسرع المسير، المسير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشه رفقا بالقوارير. القوارير اللي هي ايه؟ اللي هي النساء اللي كانت معاه في رحلة الحج. النساء بتبقى في الهودج فوق الجمال، كل جمل بيبقى فوقيه هودج فيه النساء. فسرعة المسير بالجمل زي ما عمل أنجشه، سرعة المسير قد تؤذي النساء في الهوادج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أنجشه، أمره قال يا أنجشه رفقا بالقوارير. القوارير جمع قارورة، يعني زجاجة. يعني شوف التشبيه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، رحمة للعالمين. شبهها كأنها إزازة، والإزازة مع أي هزة ممكن تنخبط، ممكن تنكسر، فيخشى على النساء من سرعة سير الجمال. فعشان كده أمر أنجشه، قال له رفقا بالقوارير. فرفقا بالقوارير في جميع دروب الحياة. زوجتك إن على صوتها عليك مرة فاحتملها، فكم لانت لك. وإن قصرت في عمل البيت مرة فتجاهل، فعمل البيت شاق، ومهام الأسرة صعبة، وطلبات الأولاد لا تطاق. وأبلغ الحب ما كان وقت التعب. أبلغ الحب ما كان وقت التعب. يا سلام لو دخلت على زوجتك كده وهي تعبانة في عمل البيت، وأعطيتها في أذنها كلمات لينة رقيقة رقراقة، كلمات تعبر عن حبك ليها. أبلغ الحب ما كان في وقت التعب. لو ما كوتش ليك قميص كنت عايز تلبسه فمش نهاية الدنيا. لو اتأخرت شوية في إعداد طعام الغداء فمش الطامة الكبرى يعني اللي تعمل منها قصة وحدوتة. فوت، عدي عشان الأمور تمشي. رفقا بالقوارير، ده مش كلامي، ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى لو شفت منها ما لا يعجبك، الفت نظرها برفق، مش بالصوت العالي. وإياك ثم إياك أن تنتقدها أمام الأولاد. اوعى تهز صورتها قدام ولادها، اوعى تكسر صورتها قدام ولادها، اوعى تنتقدها قدام الأولاد، لأن خد بالك ده بيجرحها جدا. حتى لو هي ما قالتش ليك الكلام ده، اعلم ان انتقاد الأم أمام أولادها بيجرحها جدا جدا جدا. فاحفظ مكانتها وسط أولادها، وصون كرامتها، وعززها واحترمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاك بيها وقال لك إيه؟ رفقا بالقوارير. مش كده ولا إيه؟ لو عجبك الفيديو واستفدت منه، ما تنساش دعم الفيديو بلايك وشير وسبسكرايب. دعم الفيديو عشان تساعد على انتشاره. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.